ساعات كده، يعني بشكل كده عفوي خالص يعني. آه بلاقي نفسي بقول: هو مين ده؟ مين البني آدم ده؟ كل حاجة يعني كل حاجة أنا قربت منها وحبيتها، وكل حاجة أنا بعدت عنها وما بقتش استلطفها، ملاش أي علاقة باللي أنا كنت بحبه زمان واللي أنا كنت مش بستلطفه زمان يعني. لما بقيت مرتاح مع نفسي اكتر فبعيش بذاتي زي ما انا تمام. الفلاتر بتتكسر بتتشال، برتاح اكتر في التعامل مع مشاعري. فبالتالي حتى لو بعمل حاجة لسه بتحسسني بالذنب او بتثير مشاعر قديمة، بس انا علاقتي بمشاعري اتصلحت، فالمشاعر دي بديها مساحة تتحس، مش بكبت، بسيب جسمي ريلاكس مش ما يكتمش. فما بقتش تعوق قراراتي، بحس بالذنب بس بعمل برضو اللي انا عايزه، مش بحس بالذنب فبتكهرب فبتشل فبقف. وطبعا ده اخد مني وقت كبير عشان البرفكشنزم ما يزغزغش اي حد بس بيسمع الكلام ده. فبما ان المشاعر بتفضل موجودة، بس رغم وجودها ورغم اختبارها انا بعمل اللي انا محتاجه anyways، فبعمل حاجات انا زمان كانت المسافة ما بيني وما بينها كبيرة، لان كانت دايما اللي بيوقفني عن فعلها هو الشعور يجي فما استحملش اختباره، فببعد عن اللي انا محتاج اعمله وبكتم واروح علشان اشوف اي حاجة، شكل من اشكال السلوكيات اللي هي يعني الكوبينج مودز بتاعتي عشان تغير لي الحالة الشعورية بتاعتي. فكنت بعيد قوي، كنت بعيد قوي عن عن بجد عن اللي بيعبر عني. دلوقتي انا قربت جدا من اللي بيعبر عني، فساعات بعمل حاجات جديدة عليا لان حواجز المشاعر خلاص دابت. فبرجع اسأل نفسي: هو مين ده؟ الموضوع يا جماعة محرر جدا جدا جدا. لما يكون القرارات اللي انت بتاخدها في حياتك نبع منك انت نبع منك انت، حياتك بتبقى مختلفة تماما عن لما تبقى قراراتك نبع من الايدنتيتيز اللي انت ألفتها وارتبطت بيها وعايش في العالم بيها اعتقادا منك ان من غيرها انت ما تسواش وما تتحبش وملكش قيمة. ف ساعات كده لما ببقى مثلا بتكلم مع واحد صاحبي او حد حتى بديله كونسلتيشن او ثيرابي او فبقول له انا في حالة مخدرات طبيعية. ساعات كده ابقى ريلاكست قوي، الشخص اللي قدامي يكون بيعاني وجايلي بمشاركة تقيلة والدنيا متلخبطة ومنتكس، وانا تمام. يعني انا مش انا هادي خالص، وعندي حاجة اسمها سيلف ليدرشيب، قاعد هادي كده. وهدوئي ده هو اللي بيساعد الشخص اللي قدامي ان انا اظبط له ايقاعه. انا لو بالبلدي زي ما بيقولوها لبست مشاعره تمام واللي بيمر بيه خبط في ماي انر تراما، يبقى مش هعرف اساعده. انا هبقى عايز افيكسم مش ههيل هيم او جايد هيم. واللي بيجايد او اللي بيرشد بيكون هو internally او داخليا مستكين. الحالة الوحيدة اللي شخص يعرف يرشد حق الإرشاد فيها شخص تاني لما يكون هو جواه راكز هادي مطمئن. لو أنا عندي internal panic، عندي فزع داخلي، هبقى عايز أديك حل سريع،
عشان فزعك مفزعني، خوفك مخوفني، قلقك قلقني. لكن لما قلقك وحالتك الشعورية المضطربة بتقع على مية هادية، مية فترة، أنا بعرف أديك من هدوئي، بعرف أديك من ماي سكيور انرجي، أو من طاقتي المطمئنة. فأنت بتطمئن، بتهدى، بتنزل لتحت. ف دي الحالة اللي يمكن ما جاتش بالسهل. اختبرت ألم الاتصال بمشاعري لسنين طويلة، لأن أنا علاقتي بمشاعري كانت صفر. فإن أنا أرجع أعمل علاقة مع مشاعري دي حاجة خدت مني وقت. أرجع أحتوي أو أدبت الانر تشايلد بتاعي وأتصاحب عليه، وأسمح لنفسي أحس باللي بيحس بيه، بدل ما هو يحس فأنا أجري أطفي عشان خايف على شعوره. it took time. بس يعني زي ما يعني كرماني كان بيقول لي، وهي حاجة أنا بقولها حتى بشكل عفوي لكل الناس، الموضوع صعب بس هو يستاهل. لازم نقرر إن هو صعب. عدم الإقرار إن هو صعب في إهانة للشخص اللي بيحاول يعني يتعافى. تمام، فبنعترف إن هو صعب، ولكن it's worth it. في حد سألني سؤال في الأسئلة اللي بتتبعت لي، هو انت ليه دايما في اسئلتك بتخاطب فيميلز؟ يعني بتبقى جاي من حاجات مؤنثة. والله يا صديقي، اولا البودكاست ده مسيطر عليه البنات. يعني انا لو عملت statistics بتاعت انا بستخدم زي هوستنج سيرفيس، او يعني موقع برفع عليه الحلقات، وهو اللي بيوزع الحلقات على سبوتيفاي، يوتيوب، انغامي، ابل بودكاستس، وكل الحاجات التانية يعني. فهو بيجيب لي ستاتس، بيجيب لي احصائيات. انا حوالي 70% من الليسنرز بنات. 90% من الاسئله اللي بيجي لي من بنات. فانا بعكس اللي بيجي لي. يعني انا مش بأنس الحاجه اللي هو نظام ايه، يعني لسبب ما. يعني انا بس بعكس الاسئله اللي بتجيلي من بنات. فاهلا وسهلا يعني. طيب، خلينا نخش في سؤال النهارده بالنسبه لي كيفني. يعني اللي هو اول ما قريت السؤال، وعلشان حضرتك برضو تعرف، هي برضو بنت. بتقول لي إقرار بسيط بس قبل ما أبتدي. أنا مجهد. آخر اليوم الساعة بسجل بودكاست والساعة 11 إلا ربع. كنت لسه كنت بركب سرير البيبي عندي. فخلصت يوم طويل، اشتغلت ونزلت، وديت مراتي مشوار، رجعت اشتغلت تاني، قعدت ألعب مع بنتي، وبعد كده عملت السرير. فمراتي بتسألني ايه، هتنام ولا هتسجل بودكاست؟ فقعدت الوهلة كده، اي بريث دي يعني. قلت لها هسجل بودكاست. وقفت، عملت بوز الغسالة العالمية اللي دايما بتشتغل بالليل، عملت لها بوز. وقلت اسجل، لان انا بحب قوي بصراحة. انا بحب جدا اسجل بودكاست بصراحة يعني. وحاسس ان انا متونس جدا بالناس اللي بتسمع والفيدباكس اللي بتجيلي. فكرة ان انا حاسس ان انا جزء من كوميونيتي، بساعد ناس بتستفيد وناس بتساعدني بأسئلتها. بصراحة حالة جميلة جدا، و I'm very grateful. ما عنديش أدنى فكرة البودكاست ده هيفضل مكمل until when، بس أنا اتعلمت not to overthink. يكمل بقى 2-3، يكمل 1.5 سنة. بص، أنا ماشي، ربنا مطلع، بيشوفني وبيسر لي الأسباب، and that's all I need to care about.
حلقة فايق، حلقة مجهد، حلقة كويس، حلقة مش كويس، حلقة هادي، حلقة متشنج وتعبان ومشتت. اعتقد ان انا عمري ما هعرف استمر في حاجة لو انا بسجلها بس لما الامور تبقى على سنجة 10 يعني. الحياة ما بتمشيش كده خالص خالص. do it anyways. lower the bar. نزل المعيار الاداء، وما تشترطش ان اداء معين لازم يكون حاصل عشان ترتضي التنفيذ. طيب تعال نخش على السؤال على طول. هاي، البودكاست جميل وفارق معايا جدا بجد، بستنى كل حلقة، ربنا يكرمك. لحد دلوقتي واضح من كل الأسئلة عن التعافي إنه طريق صعب. يس، حتى أما دخلنا فيه مش مرتاحين الراحة اللي توقعناها. فبما إنك فاهم جوانب الموضوع، عاوزين حلقة توضح لنا فيها ايه اللي هنحس بيه ومفروض نتوقعه واحنا بنتعافى بستبس بسيطة. يخرب بيت جمال السؤال والله العظيم. يعني شكرا، والله شكرا. زي هنمر ونحس بايه عشان ما نقعدش نتفاجئ كل شوية ونصحح توقعاتنا اللي مودينا في داهية، ونحط توقعات منطقية أكتر. لأني أدركت إن المشكلة ما بقتش في التعافي أصلا، ده في اللي احنا منتظرين منه. فعاوزين دش ساقع بيهيئنا للي هيحصل لينا عشان نستقبله بقوة أكتر بدل الشكوى من كل خطوة. يا لهوي على هذا السؤال الجميل، وشكرا لك جدا. شكرا لك يا انجي. ده سؤال grounded in acceptance، أو يعني مستوحى من القبول. ده سؤال حد رفع راية بيضة، والتعافي أصلا مش بيمشي غير برفع الراية البيضة. هي دي الطريقة اللي بيتلعب بيها الموضوع. طيب خلاص يا عم، أنا موافقة. ممكن بس بالله عليك تقولي بس يعني طب الدنيا بتبقى عاملة ازاي؟ أغلب الأسئلة بتجيلي، وطبعا كل حد بيسأل أي سؤال براحته وعلى وضعه وعلى وضعها. بما إن قلت لحضرتك إن الفيميل سبيشيز مسيطر على البودكاست، ايه فيميل سبيشيز دي بقى؟ لما قلت الجملة ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ماشي، هي طلعت كده ماشي. طب قول جندر. طيب ايه فيميل سبيشيز؟ انت بتتكلم على سحالي؟ ما علينا. عندي ارج رهيبة ان انا تيك باك اخر دقيقة. بس هي ارج يعني هقبلها. طيب ف اغلب الاسئلة بتجيلي grounded in rejection، يعني مستوحاة من عدم القبول. وعدم القبول اكتر شيء ادمي في الحياة، لان احنا ما بنقبلش اللي احنا مستصعبينه او مصدومين منه او فطبيعي جدا ان عدم القبول يبقى اكتر من القبول. يعني اغلب الاسئله بتجيلي بصيغه ليه مش عارف اقبل مشاعري، ليه مش عارف اغير مشاعري، ليه انا مكتئب على طول. فليه is grounded in rejection. ليه؟ زي مثلا على مستوى علاقة الواحد مع ربنا، ساعات الواحد بيسأل ليه ربنا بيعمل كده؟ الريجكشن. والريجكشن ده شيء آدمي، عدم القبول ده شيء آدمي جدا 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 يعني. فالسؤال ده مختلف وهيديني مساحة، ان احنا ايه، ناخد وندي بشكل ودي. لان انا ما طلعتش قدامه الكلام ده، قلته في حلقات كتير يعني. انا ما طلعتش قدام غير بان انا لعبت اللعبة بالشوطة. انا رفعت الراية البيضاء من زمان يا جدعان، ولقيت ان مفيش حد بيتخزوق غيري، ومفيش حد بيعاني غيري، ومفيش حد بيشيل غيري.
فقلت ايه، ألم نفسي وبطل لف ودوران وأقبل الشروط عشان أوصل للي أنا عايزه، لأن مفيش شورت كاتس، والفزلكة والتجاهل وعدم القبول ما بيضربش في وش حد غيري. فخضعت، سلمت ورفعت الراية البيضاء. فسؤال الجميل، سؤال الجميل جدا، نبتدي بقى ندردش فيه شوية. وزي ما انتوا عارفين هي الحلقة بتمشي ببركة دعاء الوالدين وتوفيق ربنا، لأن أنا ما عنديش أدنى فكرة أنا هقول إيه، بس هقول بسم الله. والله بصي هقولك حاجة، هو طريق تعافي بصي، الحياة ليها قوانين، القوانين دي من صنع الله. أنا شخصيا عندي مشكلة مع القوانين، مش عجباني، بس قابلها. قبول الشيء مش معنى الموافقة عليه باي ذا واي. يعني أنا لو بتخير فأنا هعمل قوانين أخرى، بس هي قوانين محطوطة لحكمة. القوانين دي بيخضع عليها أي عملية تغيير. أي عملية تغيير، التعافي أحد أشكال التغيير. هو في أشكال تغيير كتير. في أشكال تغيير إن أنا مثلا، ولنفترض يعني أنا عايز أبني عمارة وحبنيها على الأرض، فأنا بعمل تغيير الأرض. حالة الأرض هو العدم، يعني ما عليهاش حاجة. فأنا عايز أغير حالة الأرض وأخليها أرض عليها مبنى. إذن فأنا بطمح لتغيير معين. طيب أنا بطمح لتغيير مش بسيط، تغيير عميق. يعني في حد ممكن يرضى إن هو يبني دور، في حد مرتضي إن هو يبني 10 أدوار. كل ما التغيير كان أعمق أو شمولي أكتر، كل لما متطلباته بقت أعنف ومكلفة أكتر. فالموضوع دايما النتيجة، نتيجة أي شيء في العمر. أنا بتكلم فيلسوفيكلي، بتكلم عموما، بقى كده هنزوم إن نتكلم على التعافي. فأي شيء عموما يعني كبر النتيجة مرتبط بيه بشكل ما ينفعش يتجزأ ضخامة المجهود أو ضخامة المتطلبات أو التكلفة. التكلفة دي ممكن تبقى حاجة كتير جدا. فمثلا المبنى ده محتاج إيه؟ أنواع، يعني multiple forms of cost، أشكال متعددة للتكلفة. في تكلفة مادية، هيشتري مواد خام وهيأجر حفارات و تكلفة عمالة، تكلفة مواد بناء. فدي بنود التكلفة. ففي التكلفة الأولى، ودي التكلفة اللي سهلة في الدنيا، سهل أي حد يتحصل عليها يعني. في نوع تاني من التكلفة، وده أكتر شيء كلنا بنزمزق فيه أو بنيجي نقول فقد الشت. تكلفة الصبر، اختبار طول مدة وقبول الزمن بإيقاعه مش بإيقاعي. إيقاع الزمن الأصل فيه إن هو، يعني أنا من وجهة نظري المتواضعة، ربنا أراد إن إيقاع الزمن يعافى. لما تتفرجي على فيديو you can choose، ممكن تختاري إن هو يشتغل 1x 2x 3x. ده ماتيريال أو مادة معمولة محطوطة على ويب سايت يوتيوب أو فيميو أو أيا كان الموقع اللي بيشغل فيديو. فأنت عندك اختيار إنك تتحكمي في إيقاع أحداث مصورة مسبقا بس معروض عليك. الواقع ما فيهوش كده، الواقع ما فيهوش كده تمام. ايقاع الواقع ربنا اراد ان هو مثلا يبقى 0.5x وهكذا. الساعة، الدقيقة، العقرب لازم يموف او يتحرك فيها 60 مرة عشان تكتمل الساعة. فدي الشروط دي خضع بيها كل البشر. عدم قبولي ليها مش هيغير منها اي شيء في الدنيا، مش هيغير منها اي شيء. انا ممكن ازمزق وممكن ارفض، بس لما اتحط قدام واحد قبل ان الدقيقة دقيقة وانا ما قبلتش ان الدقيقة دي انا اللي اخسر هو يكسب،
هو قبل فقال اوكي. عموما احنا منتلي ذهنيا لما بنقبل ذهننا بيتحول من حالة اسمها الفيكسيشن، لا بلاش، ذهننا بيتحول من الجمود للمرونة. بمعنى ايه؟ انا النهاردة في الطريق زحمة والدنيا بايظة وانا هتأخر على ميعاد انا رايحه، فانا رافض اللي حاصل، فبتخانق مع اللي حاصل وعندي جمود فكري، مش بفكر في اي حاجه غير ان انا غضبان ومتضايق وقاعد اضرب الكلاكس واشتم كل الناس اللي ماشيه قدامي ويلعن مش عارف كذا ده جمود يعني انا فكري منصب على زاويه واحده. القبول مستو لما انا بقى بقول خلاص it is what it is، هو ده الواقع، وانا قاعد ساعه في الزحمه. فالقبول بيفتح مداركي على ان انا اسال نفسي طب استفيد بالساعه دي ازاي؟ اوكي، ده انا كان في مكالمه شغل انا ما كنتش لاقي لها وقت، طب ما اعملها دلوقتي. طب بسمع اوديو بوك. طب منزل من العربيه ودردش مع اللي جنبي، ما كده كده احنا عطلانين في الزحمه. بيحصل حاله مرونه فكريه، لان انا خلاص انا يعني قبلت ان وضع فبيعفيني من بذل طاقة في الخناق معي. أنا لما بستكين وبطل خناق فبهدى، فبعرف أوزع طاقتي بشكل مختلف. فقواعد الحياة كلها كده. وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده يسري على بناء بيزنس، على بناء عمارة، على الانر هيلينج أو التعافي الشخصي. فأنا متفاهم ان الدخلة ممكن تكون يعني فيها روشنة زايدة، بس انا مش قصدي والله، بس انا بتكلم بجد والله، بتكلم بأمانة شديدة يعني ان التعافي مصبوغ بصبغة واقع او قواعد الحياة اللي ربنا نص عليها. دي اهم نقطة يعني. التعافي قواعده انت عارف مين التعافي بيكون بالنسبه له اسهل؟ مثلا نفترض حد عمل ترانسفورميشن رهيب في الجيم، عمل تحول جسدي رهيب في الجيم، ولعب اللعبه بقوانين، صبر، اختار حجم مجهود يقدر عليه، ما بالغش في المجهود، عارف ان كل حاجه بتتاخد يوم بيوم، عارف ان في ايام هيبقى كاره نفسه وكاره الجيم ومش عايز ينزله وقرفان، عارف ان التغيير بياخد وقت وان العضلات بتستجيب للضغط المتزايد، وعارف ان العضلات لو فاجئتها بمستوى من الضغط مش متعود عليه ممكن يحصل لي اصابة. فهم القوانين، احترمها، خضع لها، مشى بيها، وصل. الشخص ده لما بيخش التعافي او بيخش اي عملية تحول نفسي بيبقى عنده ارض صلبة او فاونديشن. اوكي، انا فاهم ان عملية التحول بتخضع لقوانين انا ارتضيتها او جربتها او خضعت لها في شكل من اشكال الترانسفورميشن الجسدي في الجيم. ف I have an idea، انا عندي فكرة نوعية الشروط اللي لازم ارتضيها عشان اسلك. ليه ده صعب علينا في التعافي؟ لان احنا الانر تشايلد بتاعنا هو اللي سايق الموقف. احنا بندبدب في الارض، احنا تعودنا ان احنا نبقى بندور على فيكسز، بندور على فيكس، كويك فيكس. فطبيعي جدا ان لما نخش التعافي نبقى عايزين يعني ايه، عايزين نكسره او نجبر التعافي انه يمشي بقوانيننا. ولما ده ما بيحصلش، لانه مش هيحصل، بنسأل السؤال بحرقة، ليه؟ ليه دي جاية من انك بتحاول تلعبها بقوانينك وده مش مؤدي النتيجة، فجاي بتحاول تشوف منقذ راجل بليغ بيعرف يتكلم whatever
راجل بليغ وبشير لنفسي. فظيع، انا مش ممكن. انا فعلا يعني بحس ان انا ساعات كده اقول كلام بقى كده اقول ده طالع من بقي. بس ده هنا جامد بصراحة. يعني that's a fact. انا جامد الحمد لله. أم ف ما بنلاقيش الدنيا تمشي على مزاجنا، فبن بنعيط. لما بكون مثلا لما بكون في سيشن او بدي كونسلتيشن او اي حاجه لحد، واتسال السؤال المعتاد بتاع اعمل ايه، بقول لي الخطوات اللي امشي عليها قول لي الخطوات اللي امشي عليها عشان اغير اللي انا فيه. دايما بتبقى اجابتي بتسبب حاله من اللي هو الصدمه العصبيه، اللي هو انت اصلا مش محتاجه تمشي على الخطوات. انت مشكلتك انك طول حياتك بتحاولي تمشي على الخطوات. انت مشكلتك انك فاكره ان التعافي هي عمليه لازم تخضع لتصور مثالي عشان من خلالها تحققي شعورك بالقيمه. والخازوق الكبير انك اصلا عندك قيمه. والخازوق الكبير او الحاجه المضحكه ان التعافي انت محتاجه تبطلي تبذلي مجهود. بس ده صعب لانه بيقعدك مع نوعيه مشاعر صعبه، فبتهربي منها ببذل المجهود المرعب. فاذا من هنا نيجي لنتوقع ايه في التعافي. بجد شكرا ليكي والله على السؤال، هاتس اوف يعني، شكرا جدا يعني. نتوقع من التعافي عكس اللي بيحصل في حالة الاكتيف ادكشن او ارتباطنا بأي سلوك اعتمادي. معاناة أقل، ألم أكتر. معاناة أقل، ألم أكتر. يعني إيه؟ إحنا أساس التعافي، يعني التعافي يعني الرجوع للفطرة، والفطرة السليمة للبني آدم هو علاقة صحية مع المشاعر. ما بكتمهاش، بسمح لنفسي أحسها. بس إحنا عشان إحنا تراماتايزد واتأذينا، مشاعرنا كلها محقونة ألم. محقونة ألم. بخاف أفرح بيحسسني بالذنب. بخاف أحتاج بيحسسني إن أنا ضعيفة. بخاف أحب بيحسسني إن أنا ممكن أترفض في أي وقت. بخاف أقول لأ بيحسسني إن أنا جحدة ومش متربية وقليلة الأصل. بخاف أقول بيحسسني إن أنا مستباحة وهيأذوني وهيركبوني. كل الاحتياجات النفسية الطبيعية حوالينها مشاعر صعبة. فإن أنا أسمح لنفسي أحس بالشعور ده حاجة مؤلمة جدا 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 جدا. في كونسبت اسمه therapeutic dosing، اتكلمت عليه قبل كده في كتاب What Happened to You. دكتور بروس باري الأوثر. هو الكتاب ده زي يعني سرد ما بين الدكتور اللي اسمه بروس باري وأوبرا وينفري. أعتقد يعني أوبرا وينفري ممكن يبقى في ناس منكم عارفينها، شخصية مشهورة. كان عندها ده أوبرا وينفري شو، كان سنين طويلة بيتعرض في أمريكا وموجود على يوتيوب المهم يعني. فبيقول إن الصلابة النفسية بتتبني مش بنتولد بيها. وعشان الإنسان يكتسب صلابة محتاج يمر بجرعات معتدلة من الضغط، مش عالي قوي فيكسره ومش قليل قوي فما يؤديش إلى نمو.
فلما بنيجي احنا كأشخاص عندنا تراما، بنحاول نخطو أول خطوات في الاتصال بالمشاعر الصعبة المؤلمة. البيبي بيبي سوبر دوبر بيبي ستيبس is the way to go. بخاف أعبر عن رأيي، بتبقى أول خطوة محتاجة تشجع وتعايش مع البانيك وضربات القلب المضطربة والإيد العرقانة والركب السايبة. أقول لو سمحت في جنيه ناقص حضرتك ما اديتليش. بختار واللي أنا عارف ده هيبهدلني، وبالنسبة لي أنا صعب، بالنسبة للناس عمر ما هيفهموا قد إيه حاجة بالبساطة دي تقيلة عليا، لأن أنا أساء إليا وتربى جوايا كمية يعني كمية مشاعر صعبة لما بس أعبر عن أبسط احتياجاتي أو أبسط آرائي. فإن أنا أعتقد إن التعافي ينفع يحصل، بصوا ينفع أرجع أبني علاقة مع أكتر حاجة تعبان بسبب عدم وجود علاقة معايا، وهي الشعور. إن أنا أتوقع إن علاقتي مع مشاعري ينفع تحصل بدون تدرج وبدون اختبار مشاعر مؤلمة. هنا دي الحاجة اللي الناس لما بتلاقي ان التعافي بيتضمن ده، اكن في ناس كتير لا مش لاعب، لا ده صعب اوي، انا مش لاعب. يا عم والله العظيم انا معاك بصراحة، هو صعب، والله صعب، والله لو في another way. وانا بقول لك بص بقى، انا بقول لك التعافي الحقيقي عايز تحل الموضوع مؤقتا. وهرجع اقول تاني يا جماعة، انا مش ما عنديش يعني، انا مش شخص بقول ان الادوية في المطلق غلط. اكيد الادوية ليها سياقاتها وليها اليوز كيسز بتاعتها، وفي بعض الحالات وجودها مهم جدا. بس لو هي بتتاخد كنهج علاجي عام، خلاص بدل بقى ما تدعبس في التراما من جوه وبس عايز تاخد ابروتش دوائي بس كده، يعني بدل ما دي مش جنبيه حاجة تانية. ماشي اعمل كده وهتحيد مشاعر صعبة كتير، بس تبقى عايز زومبي. هتبقى عايز زومبي، انت مش بتحل حاجة، انت ولا حاسس ولا مش حاسس، انت كده عارف لو فلات لاين ستيت، زومبي ستيت. لكن انا النهارده بقول لك على آه يعني تعافي هيحصل بايقاع الواقع، زي بالظبط اللي بيروح جيم ممكن يكون بياخد سبلمنت بسيط زي واي بروتين، بس مش بياخد بقى ستيرويدز مش بياخد حقن، بيمشي المسار الطبيعي والبطيء والصحي للنمو العضلي السليم. التعافي شبيه بكده يا جماعة. في ساعات بنبقى عايزين ستيرويدز في التعافي، ستيرويدز انجزها بسرعة بسرعة بسرعة. بس أنا بص بكل تواضع، أنا ما عنديش تجربة مع التعافي اللي فيه ستيرويدز. أنا عندي تجربة مع التعافي الطبيعي اللي بياخد وقت طويل، اللي بيحصل ببيبي ستيبس. فأنا النهاردة لما بتقولي لي أتوقع إيه، تتوقعي إيه؟ تتوقعي رحلة طويلة بدون ما تهتمي بطولها، اهتمي يوم بيومه. انت هدفك توصلي لآخر اليوم، انت هدفك توصلي لآخر اليوم. من الكتب الجميلة جدا اللي بتقترح هاكس وتكنيكس تقدري تستخدميها عشان تعرفي يبقى عندك صبر على المسافات الطويلة، كتاب اتوميك هابتس. اتوميك هابتس بيقول حاجة جميلة جدا. بصوا يا جماعة، الشخص الصبور، تعال نتكلم عن نفسي، انا مش صبور خالص تماما. انا ابعد البعد عن الصبر لحد هذه اللحظة. بس انا عملت ايه؟ انا ضحكت على دماغي. بقيت كل يوم ببقى عايز اخلص شغل واخلص يوم تقيل عشان استنى مثلا حاجة اخر يوم بحب اعملها، وليكن أكلة بدلع نفسي فيها، جيم بروحه فبفز الاندورفينز اللي جسمي محتاجها، هلس مع صاحبي، حاجة بعمل. فأنا اكتشفت إن التكنيك اللي صبرني سنين
هو ان انا كنت بحط جزرة صغيرة لنفسي في كل نهاية يوم، واروح هوب قطمها، اصحى تاني يوم عايز الجزرة اللي بعديه. ضحكت على نفسي، فصصت ايقاع السنة لميني ريوردز. احنا جهاز المكافأة اللي في مخنا لازم نراضيه عشان نفضل ماشيين وبنبذل طاقة فنقطع مسافة كبيرة. يا جماعة الناس اللي بتصبر هم مش خارقين، هم أذكياء. التعافي محتاج ذكاء مش غشومية. التعافي محتاج ذكاء وقبول. مش التعافي يا جدعان مش نسيسارلي، مش بالضرورة محتاج هارد وورك، محتاج سمارت وورك، شغل ذكي. يعني أنا هرجع وأقول تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، أنا في خطوط حمراء ما بعدهاش. ما بعدهاش ليه؟ علشان عدم تعديتها هو اللي موقفني على رجلي. مش على انا مش متعافي بالفشاخة، انا متعافي بالذكاء وبثقتي في نفسي. يعني انا مثلا لو هنتكلم عن مفهوم من احد المفاهيم في الهيلينج اسمه احترام العجز، وطبعا ده مفهوم نسبي جدا. انا في زمان كان في حاجات معينة لو عملتها بتوقعني، النهارده لا ما بتوقعنيش، لان انا كسرت الاقترانات الشرطية اللي كانت موجودة في الحاجات دي. بس لسه لحد النهارده في حالات معينة، نفترض انا مجهد جدا وستريسد جدا، في حالات انا بكون فيها vulnerable، بكون ضعيف فيها. لو مسكت موبايل او لو كلمت حد، عرضتي ان انا اخد قرارات م- مش في صالح حريتي بتبقى اعلى. ففي المناطق دي انا بتشجع كده وبكون امين مع نفسي. انا ده يوم، ده مش يومي. حط موبايلك بره، ده مش يومي. اشتغل 5 ساعات، انزل سيب شغلك، تنزل اتمشى. انت يول بريك. كل لمض كل لمض العربية منورة. ما اقبل. ولذلك التعافي نتوقع فيه ان احنا لو تناسينا القبول اللي عدنا اسبوع، الاسبوع التاني هنقع. لان هو يا جماعة الموضوع عبارة عن قبول، والقبول ده هو الفاونديشن. خلاص ارتضيت القواعد. عارفين زي فكرة الجواز او زي، يا جماعة اي حاجة ناجحة في الحياة. بص عشان والله بجد والله العظيم بقول لكم الحاجة زي ما انا مثلا علاقتي بزوجتي، انا داخل على 10 سنين جواز. ايه ده؟ 10 سنين؟ يا لهوي. انا بقى ما عنديش قبول بصراحة. انا عايز انا بنزل انا والله العظيم. 10 سنين و... وطفلين. هو في ايه؟ والله بجد انا مش متخيل نفسي انا عندي 70 سنة مثلا، لو ربنا اراد يعني كان ليا عمر. لو انا تافه، انا بحب التفاهة جدا، انا بحب اريح دماغي يا جدعان. والله العظيم مش عارف، بس هي كده. المهم 10 سنين. انا كل ما اقول الرقم ده بتخض. 10 سنين. الحمد لله يعني، الحمد لله. حتة جوايا كده اللي هو قول الله أكبر يلا، وحتة تانية بتقول أنت بتأفور ليه. كلمتين كمان وأنا هنسى أصلا أنا كنت بقول إيه. بعمل كمية سبين أوف في الكلام. 10 سنين. يا لهوي. ماشي الحمد لله، حاجة كويسة يعني، بس برضه لأ، أنا أتفه من كده. أنا أتفه من كده والله. التفاهة بتطول عمر والله. يعني بحس إن هي لأن هي جميل، حلو. التفاهة بمزاج الواحد، مش التفاهة مجبر عليها لانك جاهل. لا، انت بتختار تتغافل، مش مجبر تتغافل. there's a huge difference، في فرق كبير اوي. اوكي. ف
لما اي حاجه بتنجح، جواز، being a parent، انت تكون اب او ام، انك بترتضي قواعد الديل، قواعد الديل هي كده. فعدم الخناقه دي هي اللي بتبوظ الدنيا. واحنا في التعافي بنتخانق لان احنا بنظن ان انا لو ابتديت قواعد التعافي دي بقى، دي اكتر حاجه بتصعب علينا القبول. ببقى خايف اقبل، فده ما هو انا عايش حياتي كلها بحاول ابقى فشيخ لان انا ما اتقبلت زي ما انا. فانا دايما بحاول اعمل الحاجات الفشيخة بس، لان الحاجات العادية البطيئة بتحسسني، هي هنا الكي وورد، بتحسسني ان انا قليل. فالتعافي انا معاك جدا جدا جدا، ان هو سهل جدا يستفز فيك مشاعر عدم الكفاءة، اللي هو ايه القرف ده، بطيء والتغيير بطيء، لا انا عايز ابقى سوبرمان في نفسي كده، this is fucking boring. فصدقني لو شلت من الحسبة ان الموضوع مش علاقة بقيمتك وليه علاقة بقواعد اللعبة، هتهدى شوية، هتهدى شوية. بطء المسيرة ملوش أي دلالة على إنك أسيس. بطء المسيرة ليه دلالة على إن دي شروط اللعبة. طلوعك خطوة قدام ورجوعك خطوتين لورا ملوش دلالة على إن، غير على إن تعلم شيء جديد وجوهري زي مهارات التعامل مع المشاعر أو صعب جدا 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 جدا. والحاجة لما بتزداد صعوبتها بيبقى منطقي أكتر إن مارجن الإيرور فيها أو مساحة التهييس فيها تبقى أعلى لأن هي صعبة. عارفين زي اللعيبة الحريفة مثلا في الان بي اي في الباسكت، لو تلاقيه دخل الكورة كده في السلة من بعيد قوي، دي حاجة صعبة، فهو غالبا اتمرن كتير عشان يعرف يعملها. فانت لو مخنوق ومتضايق ومحبط وغضبان انك مش عارف تعملها من اول مرة، صدقني المشكلة مش في ان هي ما بتعملش اول مرة، المشكلة انك شايف انك قليل عشان انت ما عملتش من اول مرة. دي الحقيقة. احنا بنهرب من اي اتصال شعوري. انت ما خدتش الحق وانت صغير انك تفشل. انا دايما بقول من اكتر الاحتياجات اللي وجودها بيريح وعدم وجودها بيقتل، احتياج الفشل. انت محتاج تفشل. تقول افشل ازاي؟ عيب يا عم. لا يا حبيبي، انت عندك رابطه ان الفشل معناه انك فاشل، دي تراما. لكن البني ادم يفشل عادي، يفشل عادي. ما هو يا جدعان احنا بيقال علينا ايه؟ teachable species او فصيله قابله للتعلم، والتعلم هو نتاج التجربة، وبتتعلم لما تجرب فما توصلش فيترسخ جواك درس. إذن أنت محتاج تفشل عشان تنجح، هي ملهاش طريق تاني، هي ما ينفعش تتلعب بطريقة تانية. والله العظيم قعدت سنين بداخل براسي وعايز ألعبها بمزاج مزاجي، والله ما وصلت لحاجة. يا جدعان انا مش بدلدق حكمه، يا جدعان انا مش قاري سكريبت، انا بقول لكم اللي انا اتهببت وجربته بنفسي. فلو في طريقه تانية مسي عليا ومسي عليك بصراحه. لو في طريقه تانية، لو في فنكوش يعني، انا هبص، انا هابيوزك ايه، عايز فلوس ودولارات بقى، عشان الجنيه المصري ده ايه بقى حقير قوي بصراحه. فعايزين دولارات، عايزين يعني، انا عايز عمله صعبه. انا راجل بشوف نظام العالم ماشي ازاي ومش وبتكيف عليه. فلو كان في فنكوش كنت هبيعه بالغالي. نفترض ان انا سبلاير فنكوش، يعني ديلر فنكوش، تعرفي تيجي تاخدي مني الحبايه السحريه. طب ما زود الناس، طب ما بروموت لحباية سحرية، ما بروموت لسيشن مثلا ب$500 بس فيها النهاية. يا سلام، وبيع ضميري بقى الله السلام.
آه فنكوش أسهل حاجة تتباع في الثيرابي الفنكوش، لأن لما الكلاينت بيكون ديسبريت أو يائس، أي حاجة هتتقال من معالج لو المعالج ما عندوش أمانة وضمير، ح... أي حاجة هتاخدي ده وهيخليكي بكرة إنسانة جديدة. هات ده بكام؟ مثلا الحباية ب $400، هات خد $400. ف فعشان كده والله انا بحاول اكون امين معاك جدا وامين معاكي جدا، علشان ما يجيش حد ويستغل يأسك، يستغل ألمك ويديكي تصور مش حقيقي، يديكي تصور كذاب لمصلحة أو لدافع خاص بيه. مفيش أي حد يحاول يبقى منقذك، اعرفي ان هو بيعمل كده لصالح مشاعره وإحساس شخصي عايز يوصله. أي حد بيحاول يبقى مرشدك هو فعلا عايز يساعد، والإرشاد بعيد أبعد البعد عن الإنقاذ. بليغ، بليغ جامد يلا. ف what to expect في التعافي؟ expectي إن طريق طويل، expecتي إن هو بيسري على الكل، expecتي إن رغم إن هو طويل بس المكاسب المعنوية اللي هتدوقيها واحدة واحدة مع تحقيق تطور في قدرتك على اختبار المشاعر الصعبة والسماح لها بالوجود بدون الهروب منها، هيبقى في رضا وإشباع نفسي مالوش تمن، ومفيش حاجة في الدنيا تقدري تشتريها تديكي الإحساس ده، إحساس الرضا والسلام مع النفس. تتوقعي إن الطريق مش هتلاقي ناس كتير تقدر صعوبته، ولو رحتي وشديتي في بنطلون الناس عشان تسقفلك وتقولك شطورة حبيبتي انتي شاطرة بقالك كتير تحاولي تتعافي، اكيد في ناس ممكن تبقى ناضجة ومستوعبة وتديكي السبورت، وهتلاقي ناس تانية هتقولك على فكرة ابن خالتك تعافى في 6 شهور يعني عادي. فيول get disappointed. disappointment جاي من انك توقعتي ان شخص بروكن او مكسور يعرف يديكي حاجة مش مكسور، هتاخدي على قفاكي. نتوقع من التعافي ان اللي بياخد وقت عشان يتبنى ما بيتهدمش بسهولة. اللي بياخد وقت علشان يتبنى من احد الحاجات الجميلة، ما هو مش هنصبر وناخد مجهود ونختبر وفي الاخر بقى لا، اللي بيتبنى على فاونديشن او اساس صح ما بيقعش بسهولة. انا التعافي بتاعي مبني على فاونديشن، مش مسترخص في المجهود. فعشان انا ما استرخصتش في العمارة اللي طلعتها الارض وبذلت فلوس عالية فجبت اعلى انواع الحديد واسست صح فالمبنى اللي انا بنيته يعيش قرون، عكس واحد عايز يهك فأساسات أي كلام، اضرب يا ابني مفيش تحليل تربة هوب بتاع، فيحصل ايه؟ قواعد الحياة هتضرب في وشه. استرخصت وحورت وتجنبت بعض الحاجات اللي كانت لازم تعمل صح، المبنى يوم من الأيام هيقع، تعافيك هينهار. تيجي أسئلة كتير قوي اللي هو أنا كنت فاكر إن أنا اتغيرت بس دلوقتي رجعت ولقيت كل حاجة ضربت في وشي. والله العظيم ده لطف من ربنا. لو انتي ما حطيتيش الأساس الصح والدنيا ماشية كويس، ده كده تخفيلة، ده تخفيلة، دي تخفيلة، دي مش حاجة حلوة، والله ما حاجة حلوة. بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان، أنا بقالي
داخل على 7 سنين عندي my own business مع 2 شركاء علاقتي بيهم كويسة وربنا رزقني بشراكتهم الحمد لله يعني. فأنا شفت سواء في البيزنس أو في البيرسونال هيلينج في التعافي الشخصي أو في الجواز أو في الرياضة أو في whatever، الاستنصاح وإنكار شروط الواقع محدش بيلبسه غير اللي واخد القرار. احنا لبسنا يا جدعان غلط، لبسنا عواقب معينة في البيزنس كفيرست تايم فاوندرز أو أول مرة نأسس بيزنس. بسبب ايه؟ بسبب التفكير الحالم، لو لا 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 بس بكرة فيا جدعان يعني والله it is what it is I am what I am it is what it is. الخطوة الأولى في زميلة المدمنين مجهولين، برنامج روحاني 12 خطوة التعافي بتاعي مش قايم عليه. يوم من الأيام كنت ماشي على الخطوات، كنت ماشي على برنامج الزمالة، مؤثر فعال بيعمل تغيير جذري مش مناسب ليا لأسباب تخصني أنا شخصيا يعني. بس الخطوة الأولى في برنامج 12 خطوة اللي هو برنامج يعني قوي وساعد ملايين الناس على مستوى العالم يبطلوا حاجات كتير، خمرة، جنس، مخدرات و بيقول اعترفنا أننا بلا قوة تجاه إدماننا وأن حياتنا غير قابلة للإدارة. الموضوع بيبتدي باعتراف، الاعتراف هو الرضوخ لقواعد اللعبة. لو خايف تقبل لحسن تطلع هفا انك بتقبل، انا بطمنك انك مش هفا. هي قواعد كده بتسري على التخين وعلى الرفيع، بتسري على العجوز وعلى الصغير، والله ما في exceptions. والله انت من صالحك ان ما يبقاش ان ربنا ما يعملكش exception. الحمد لله. ده نقرا السؤال تاني. شكرا بجد تاني على السؤال، والله بجد ربنا يبارك لك يعني. هتلاقي راحة، هتلاقي راحة في التعافي، والله هتلاقي راحة، بس هتيجي لما علاقتك مع مشاعرك تتغير. هتاخد وقت لأن الموضوع مش سهل، لأن انتي بتعملي حاجة كبيرة قوي وحاجة صعبة جدا، بتكسري في قالب صلب. فمعلش هنضرب كتير قوي لحد ما يتشقق. معلش الصبر مش من سماتنا، فهناخدها يوم بيوم، وكل يوم نحط جزرة في آخره، ولما نوصل للجزرة ناكلها واحنا فخورين لأن احنا بذلنا مجهود. الجملة اللي أنا قلتها كذا مرة قبل كده واللي بالنسبة لي أنا جوهرية: nobody knows and nobody needs to know. أنا الحمد لله فخور جدا بنفسي بصراحة، والأول مرة في حياتي بحبها. أنا بحب نفسي، بحب أتونس بيها، ولسنين طويلة هي كانت أكتر حاجة مش بعرف أقعد معاها لأنها بالنسبة لي حاجة مسخ مشوهة. اكتشفت زي الطفل اللي بيكتشف حاجة جديدة إن ممكن من أبسط الحاجات انبسط. إني عايش في عالم كله بيبيع لي فكرة إن سعادتك هناك مش عندك، هي هناك. سعادتك مش ما ينفعش تقتنيها، ما ينفعش تلاقيها داخليا، لازم تروح لها هناك. اشتري ده فهتلاقيها هناك، عيش في الكومباوند ده فهتلاقيها هناك. انت عارفين يا جدعان انا ساعات انا هدفي من بناء البيزنس بتاعي ان انا ابقى راجل غني فشخ يعني to be completely honest يعني حرية مالية يعني. ساعات بسأل نفسي اوكي خلاص بعنا الشركة، عملنا اكزit في عالم الستارت ابس، الناس بشكل اساسي بتبص على انها تعمل حاجه اسمها اكزيت، يعني شركتك يتعمل لها اكوزيشن من شركه تانية مثلا one of the scenarios او من احد السيناريوهات. فنفترض ده حصل وكيشت فلوس محترمه بيوند او بعد شويه حاجات عايز اشتريها. انا بحب العربيات بصراحه، عايز اشتري عربيه معينه، عايز بقى يعني
هاخد شوية قرارات كده، هدلع نفسي جدا يعني. بس بيوند ده بيوند، وانا مش عارف، مش يعني الجملة اللي بتستوقفني ان انا بقول نفسي انا مش محتاج حاجة تانية، لان انا فهمت احتياجاتي، انا فهمت انا محتاج ايه. انا محتاج علاقات حلوة، محتاج صحة كويسة، محتاج طبعا فلوس. احنا مش عايشين في عالم افلاطوني محتاج معايا فلوس وابقى ذكر على كل الناس، لان ده عالم ابن 60 كلب والتضخم مرعب في كل دول العالم. محتاج فلوس، بس محتاجها بقدر، مش محتاجها في وحش. انا محتاجها بقدر يأمنني ويساعدني اعيش مرتاح البال. طبعا طبعا محتاجها، وطبعا بحب الفلوس، وطبعا عايز كتير، واي كلام غير كده هيبقى فيه perfectionism طبعا. بس في النقطة اللي هو أنا محتاجه بقدر، أنا مش محتاجه بإكسس أو بضخامة. مش ممكن أكون بقول كده وأول ما أمسك فلوس في إيديا هتحول لكلب فلوس. والله وارد برضه، وارد. وارد دي تبقى قناعة مزيفة، وارد. بس at least that's what I believe لحد هذه اللحظة يعني. ف فالحمد لله. توقعي كل اللي بيسري في أي عملية تغيير جذرية، مش تغيير سطحي. انت مش عايزة تنزلي 10 ضغط في عضلات الصدر تشد، انت بتطمحي لتغيير في البنية العضلية لجسمك، فطبعا محتاج مجهود. يا جدعان اللي عايز يتعافى بيطمح لأسمى وأكثر أنواع التغيير عمقا. التغيير الالتئام الداخلي يا جدعان ده أصعب، دي المرتبة رقم 1 في جهاد النفس. ازاي ده هيكون مش صعب؟ ازاي؟ ولكن لو خدناه بجرعات صغيرة، لو ارتضينا بطء الموضوع، لو ما بالغناش في سرعة الخطوات، على قد ما هو صعب بس صعوبته متكسرة على أيام. بندوق يوم صعب، بنحس بلذة الانتصار على الموقف. بصحى تاني يوم مبسوط من نفسي، حاسس بالسلام، عشان انا النهاردة اختبرت حاجة صعبة وشفت نفسي وانا بعدي منها. صحيت منتصر، صحيت فخور. والله ده بينسي الصعب. احلى حاجة مهما كان اللي انت بتمر بيه صعب، لما بتعديه وتدوق على لسانك احساس الانبساط والفخر بنفسك، احساس طوبة اتحطت في علاقتك مع انا محترم نفسي، انا عديت بده، انا عديت باللي انا بهرب منه طول حياتي. جربت بس اخده خطوة ولقيت نفسي بعرف امشي. الاحساس ده is priceless، ملوش تمن، معلوش برايس تاج. it cannot be bought، لأنه مش حاجة materialistic، حاجة psychological spiritual، حاجة داخلية، مش متمنة. one step at a time. بطء المسيرة مش دلالة على ضعفك وعدم كفاءتك. دي ربطة البيليفز، الكور بيليفز بتاعتك، لكن والله ما ليها علاقة بيك. فتهد واقبل وامشي، وبطل تسأل هنوصل امتى، لان الطريق هياخد 10 ساعات. بغض النظر هتفرق في الكرسي ولا هتهدى وتقبل. فبدل ما تنشغل بليل وقت بطيء، هتعرف تلاقي استخدام للوقت ينسيك ايقاعه، وفجأة تلاقي نفسك عملت شهر في الهيل. ايه ده بقوا شهرين، ايه ده بقوا 3، ايه ده بقوا سنة، ايه ده بقوا 4. يا رب عمرك كله ان شاء الله، وعمرك كله. مش عارف هو صوت ادم طالع في البودكاست ولا هو بيعيط يعني. الحمد لله على كل شيء.
I hope I answered. أتمنى أكون جاوبت حتى لو بشكل جزئي. وشكرا على الفرصة اللي انتي اديتهالي من خلال السؤال يعني. I guess ان كده انا قلت كل اللي عندي يعني، وكالعادة مش محتاج اقول حاجة تانية يعني. الى اللقاء.